وسام ابو علي طبعا كلنا تابعنا، وعلى فكره كان في مكالمه هاتفيه بيني وبينه قبل اعلان موضوع كولومبوس ده ب 48 ساعه. لكن علشان انا اديته كلمه ان انا مش هقول تفاصيل المكالمه اللي بيني وبينه، فما اتكلمتش خالص يعني فيما يتعلق بهذه المكالمه، وبرده كان فيها حاجات ما ينفعش ان انا اقولها دلوقتي برده يعني. لكن اللي اقدر اقوله ان الولد في المكالمه كان يعني نفسيا تعبان، وقال لي انه الكابتن الخطيب اتصل بيه والحكايه والروايه، قال له ما تتكلمش في الاعلام وبتاع. قلت له اعتبر انت ما اتكلمتش، وهو خلاص بما ان الموضوع انتهى نقدر ان احنا نقول دلوقتي يعني انه حصل هذه المكالمه. وانا عن نفسي نصحته نصيحه واحده، قلت له يا وسام لو النادي الاهلي اصر على بقائك، أنت رجل ووقعت لمدة 4 سنوات، عليك أن تحترم تعاقدك ولا تجبر النادي على شيء. لكن هو كان اللي أنا حسيته إن كان نفسيا مش متقبل أبدا إن هو يقعد. عشان كده لما طلعت على الشاشة قلت إيه؟ قلت إنه الأفضل إنه يمشي، إذا كان يناسب النادي الأهلي بشكل أو بآخر يمشي، ده أفضل، لأنه أمر ما جواه انكسر. أمر ما جواه انكسر. فالمسألة ما كانتش هتبقى سهلة أبدا، عودته للجمهور وعودته لزملائه، الموضوع ما كانش بالبساطة. فحسنا فعل الحقيقة النادي الأهلي. وطبعا القصة كلها عبارة عن 7.5 مليون دولار، بيوصل للنادي الأهلي ما قيمته 5.5 مليون دولار، و2 مليون ونص دولت هيبقوا طبعا على قسطين في عام 2026، والكلام على 2 مليون نظير المشاركة والمساهمات التهديفية. طبعا دي بتبقى محطوطة كده يعني الرقم ده ما تضمنوش أبدا، لأنه في النهاية يعني ما تعرفش هيجيب جوان قد إيه، مش عارف إيه مشاركاته قد إيه، فده يعني إيه محطوط كده زواقة عقد يعني. لكن المهم انه هيبقى في 15% نسبة اعادة طبعا بيع، وهو الولد هيوقع لمدة 3 سنوات مقابل راتب 10 مليون دولار خلال مدة عقده بالكامل. يعني بتتكلم في حوالي نص مليار جنيه مصري او 500 مليون جنيه. فكان صعب جدا 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 ان هو هيجيله 500 مليون في 3 سنين، يقبل ب 200 مليون مثلا او ب 300 حتى، يعني صعبه هذا هو الامر يعني. طيب السلام عليكم. طبعا جبنا لكم من شويه فيديو اعتذار وسام ابو علي للنادي الاهلي ولجماهير النادي الاهلي على اللي حصل في موضوع رحيله عن النادي الاهلي والتعاقد مع النادي الامريكي. عايز اقول لك انا وجهة نظر الشخصية، انا مش قابل اعتذار من وسام ابو علي مع كل الاحترام للناس اللي بدأت تتعاطف معاه. اعتذار وسام ابو علي غير مقبول اطلاقا 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 للاسباب الاتية. اول حاجة، اللاعب تم تحفيظه الاعتذار ده بالذات لاهداف تانية اخرى. اللاعب ما فكرش في النادي الاهلي، فكر في الفلوس فقط والتعاقد والاموال فقط. ما فكرش ان هو يحترم النادي اللي عمله نجم وعمله، والجماهير اللي عملته نجم وخلت نجمه يلمع وعملت منه شخص مرغوب فيه او لاعب مرغوب فيه من الانديه. وسام ابو علي مارس ضغوط وكان شكلها وحش جدا جدا لفسخ التعاقد وتهديدات وكلام غير منطقي بالمره. طيب ايه سبب الاعتذار؟ اول حاجه وكيل اعماله وبعض المقربين نصحوه بالاعتذار ده. ليه؟ اول حاجة ان الناس دخلت عملت انفولو لحسابه على الفيسبوك والانستجرام وتويتر، وبدأت ان هي تعمل له الغاء متابعة، وبدأ يكون في حصار شديد عليه من كل ناحية. دي نقطة. النقطة التانية ان هو بيقطع باب الرجعة تماما لمصر بالوضع اللي هو عمله. ثانيا بيصدر صورة سيئة لكل الأندية اللي هتتعاقد معاه على انه لاعب لا يحترم التعاقدات. نفس اللي عمله ده عمله قبل كده مع النادي اللي كان فيه قبل كده قبل ما يجي النادي الاهلي، ودلوقتي عمله مع النادي الاهلي. فهو لاعب بدأت الأندية تاخد فكرة عنه ان هو نادي لا يحترم التعاقدات. مع كل، احنا في جماهير الكرة كمصريين عندنا عاطفيين شوية. لما يجي واحد يتكلم كلمتين كده يعني
بنتعاطف معاه وخلاص. لكن احنا مفروض ما ننساش اللي اساء للنادي الاهلي واساء لكيان النادي الاهلي، وحب ان هو يتعالى ويتكبر على النادي الاهلي. النادي الاهلي قدر ان هو ياخد حقه في التوقيت وفي الوقت الزمان اللي هو بيحدده، والبيع تم بالسعر اللي الاهلي عايزه. عشان كده انا بعيد وازيد واكرر، اعتذار الفلسطيني غير مقبول تماما تماما تماما. وان كنت طبعا انا بعتقد ان هو ليس فلسطينيا، الاهلي هو اللي استخرج له جواز السفر الفلسطيني، وكان معاه باسبور دنماركي وما كانش نزل فلسطين ولا يعرف اي حاجه عن فلسطين. الاهلي هو اللي طلع له باسبور جواز سفر فلسطيني وسجله على انه فلسطيني، وبما ان لوائح اتحاد الكره بتعتبر الفلسطيني زي اي مصري وما بتعتبروش من ضمن الاجانب المقيدين في فريق الكره، وبالتالي ما كانش ضمن الاجانب. احنا في مصر بنعتبر الفلسطينيه زيهم زي المصريين واشقائنا، ومفيش مشكله خالص بيننا وبينهم. لكن بكل امانه اللي عمله وسام ابو علي كان نقطه سوداء في تاريخه، ويعني مش عايز اقول هيخلي بعض الحذر شويه من اللعيبه الفلسطينيين المقيمين في اماكن خارج فلسطين، لان بكل امانه يعني بكل امانه الواقعه مؤسفه جدا. عشان كده للمره الثانيه والثالثه بقول لك احنا غير لا نقبل اعتذار وسام ابو علي نهائي. الكابتن خالد الغندور بقى اللي طالع بيقول ليه وسام اعتذر، ولما انت عارف ان ده غلط اعتذرت ليه، ولا انت اعتذرت بعد الاهلي ما لبى شروطك، وطالع بيلمح لكلام. فهو قبل كده كان طالع يقول النادي الاهلي المفروض يعلن الصفقه، ودلوقتي بيقول هو وسام اعتذر بعد ما مطالبه اتحققت. طب انا يعني عايز اقول لك يعني من غير زعل، يعني من غير زعل يا كابتن خالد، يعني السؤال يعني انت مال اهلك؟ الموضوع يخصك في ايه؟ ما يخصكش في حاجه خالص. الاهلي تعاقد مع النادي الامريكي باي مبلغ، خلاص انت مش مطالب النادي الاهلي ان هو يعلن عن التعاقد. انت عايز تصدق الارقام المعلنه ماشي، مش عايز تصدق ان شاء الله مع انك صدقت، خلاص تزعلش يعني. انت قصير صحيح شويه وزي اخويا بس خلاص يعني. طيب دي نقطه. النقطه الاخيره بقى اللي عايز اتكلم فيها النهارده بكل امانه، المباراه الوديه اللي عملها النادي الاهلي مع الملعب التونسي كانت مباراه جيده جدا، تكتيكيا خططيا مباراه جيده. النقطه الوحشه الوحيده اللي كانت فيها هو الهدف بتاع محمد الشناوي والمعلق. الهدف بتاع محمد الشناوي والمعلق. محمد الشناوي بكل امانه من سنن الحياه، اللاعب بيجيله فتره ويعتزل. محمد الشناوي اظن ان الموسم اللي جاي ده هيكون اخر موسم ليه مع النادي الاهلي، بكل امانه مفيش مشكله، ده لا ينقص من تاريخه شيء، عمل تاريخ مع النادي الاهلي ولا زال كابتن النادي الاهلي الى الان. ولكن بكل امانه خلاص ده وقت مصطفى شوبير. بكل امانه لازم النادي الاهلي زي ما احنا ما بنتحكمش، العاطفه ما تحكمش فينا في مصلحه النادي الاهلي، مصلحه النادي الاهلي فوق كل اعتبار، ومن مصلحه النادي الاهلي تقتضي ان مصطفى شوبير ياخد فرصته في الوقت اللي جاي، ونتمنى يكون الاعتماد على الشناوي يكون قليل بقى، لان فعلا الشناوي محتاج يقعد دكة شوية كده لان مستواه في انخفاض جدا.